يا لهوتيني، والله العظيم يا جماعة أنا ما كنت أعرف المعلومة دي، وأنا أول ما عرفتها قررت إن أنا أطلع وآجي أبلغ بيها كل إخواتي علشان يقولوها لغيرهم ويكسبوا ثواب، لأن بجد أنا اتصدمت. كنت عايشة سنين كتيرة جدا من عمري وأنا مش عارفة المعلومة دي، وأنا واثقة إن ناس كتيرة جدا جدا زيي. فياريت تشيروا الفيديو ده أو تقولوا المعلومة دي لكل الناس اللي حواليكم. طيب ايه المعلومة دي؟ هي ان احنا عارفين طول عمرنا ان لما بيجي شهر رمضان بيتم تصفيد او بمعنى ادق ربط وسلسلة كل الشياطين. فناس كتيرة وانا منهم كانوا عارفين المعلومة دي، بس اللي احنا ما نعرفوش واللي انا عرفته وبحثت عنه لما سمعت المعلومة واتأكدت منه هو ان مش كل الشياطين بيتم ربطهم وسلسلتهم وتصفيتهم في شهر رمضان. اللي بيتم ربطهم بس هما مرضة الجن والشياطين. هتقولولي طب ايه الفرق ما بين الشياطين ومرضة الجن؟ على فكرة قولولي طيب ما في حديث، ايوه والحديث انا عارفاه وهقولهولك. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة واغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. صح، برافو عليكم. تمام، بس مش كل الشياطين. مرضة الشياطين هم بس اللي يتم تصفيتهم. طيب مين المرضى دول؟ لا، المرضى دول كبارات الشياطين، كبارات الجن اللي هم بقى اكتر عتوا وقوة ومكر. دول الكبار اللي هم بقى يعني الكبار بتاع الشياطين، اللي هم عندهم مقدرة وقوة جدا على او مثال قوي جدا على الكفر والفواحش. ومش بس كده، ده كمان للدفاع عن الكفر والفواحش، يعني طب الطب. اما بقى اللي ما بيتمش تصفيدهم هم الشياطين الزغنطتين دول، بس على العلم هم عندهم مقدرة ان هم يخشولك ويسيطروا عليك ويوسوسولك ويوقعوك في الذنوب والمعاصي. طيب بايدك ان انت تقفل الباب في وشهم وما تدهمش فرصة ان هم يسيطروا عليك ويوقعوك في الذنوب والمعاصي، وبايدك ان انت تفتح لهم الباب او تسيبهم موارب ليهم، او بمعنى ادق تفتح لهم الباب على مصراعيه. ازاي يا روشا؟ هقول لكم بمثال بسيط جدا. ان انت تقفل الباب في وشهم حتى لو الشياطين الزغنطاطين دول عن طريق قراءة القرآن الكريم في نهار رمضان. ان انت تحافظ على الصلاة وتداوم على الصلاة وتبقى متثبت فيها جامد جدا، المحافظة على الأذكار. فانت بكده بتقفل الباب في وشهم ان هم ما يقدروش يخشوا لك، لان نفسك اماره بالسوء. فبالتالي انت نفسك لو عندها مقدره ان هي تأمرك بالسوء وفي نفس الوقت ان تبقى ضعيفة وإيمانك ضعيف، فأنت بتفتح بابك ليهم تخشوا وتقول لهم أهلا وسهلا بالصغنطاطين المقطقطين من الشياطين. عقبال ما يجوا المرضى بقى بعد رمضان كده هنستقبلهم أكتر وأكتر. فأنت اللي بإيدك اللي أنت بتعمل كده. أما لو إيمانك قوي وبتقرأ القرآن الكريم وبتحافظ على الأذكار وبتصلي ومحافظ على صلاتك، فأنت بتقفل الباب ويبقى بابك باب من حديد في وشهم، ما يقدروش إن هم يدخلوا لك ولا ان هم يسيطروا عليك. ولو لاحظت ان في وسوسة في دماغك، نظرة مش كويسة عملتها، وسوسة او اي حاجة، تستعيذ بالله فورا من الشيطان الرجيم. عشان كده ان انا حبيت ان انا اوضح لكم ان في شهر رمضان الكريم مش كل الشياطين بيتم تصفيدهم وسلسلتهم، ولكن هم المرضى بس، لانهم زي ما قلت اكتر قوة ومكر وعتو ومثال قوي جدا للدفاع عن الكفر والفواحش والذنوب والمعاصي. يا رب المعلومة تكون وصلت وتبلغوا بيها كل الناس، لان انتوا بتلاحظوا ان حتى في الشهر الكريم في ذنوب ومعاصي وجرائم كتيرة جدا. كل ده عشان ايه؟ لان نفسك امارة بالسوء وانت نفسك عندها استعداد بالمعاصي والذنوب، فبالتالي بيبقى سهل وسوسة الشياطين الزغنططة دي المقطقطة ويسيطروا عليك، وانت اللي فتحت السكة بايديك. يا رب تكون المعلومة وصلت، واتمنى الفيديو تشيروه علشان يبقى ثواب ليكم ان انتوا وصلتوا معلومة لغيركم ما كانوش يعرفوا عنها حاجة. رمضان كريم، وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا من شر شياطين الانس والجن.